جبت حاجات من لاست لوك، يلا بينا نجربها ونقول رأينا فيها. هقول لكم في اخر الفيديو ازاي تجيبوها بسعرها الاصلي لحد باب البيت. للي ما يعرفش براند لاست لوك، البراند لوكال براند مصري. المفروض ان هو الميك اب اللي فيه من اول 30 جنيه او 35 جنيه لحد 100 جنيه اقصى حاجه. عامل ضجه كبيره على السوشيال ميديا، فقلت اجيبه واجربه ونشوف الضجه دي بسبب اسعار ولا كمان يستحق التجربه. اول حاجه انا حاطه بس ليب بون همسحها. الليب اويل ده هو ماجيك ليب اويل، يعني المفروض ان هو بيرطب وبيدي لون. فالابليكيتور بتاعته صغيره قوي ومفروض ان هو بيدي لون بينك. المفروض مكتوب عليه انه بيقعد 24 ساعه. كل ما تسيبوه اكتر زي ما انتم شايفين كل ما بيدي لون اقوى. برضو هجربه على ايدي واوريكم. بيبدأ شفاف وبعد كده بيبدأ يتحول للون البينك اللي انتوا شايفين. عشان انا مش عايزه لون قوي همسحه على طول دلوقتي. بصوا بيطلع اهو في المنديل، ما نشفش شفايفي زي اي حاجه ماجيك زيه، وفي نفس الوقت ادى لون حلو. اعتقد ده كان ب50 جنيه 60 جنيه. بصوا اهو لونه اتحول على ايدي، وكل ما اسيبه هخليه كل شويه اوريهولكم كده هيبقى لونه ايه. بعد كده الكونسيلر بتاعهم بيجي بالشكل ده. ما جربتوش، انا جبت اغمق درجه. انا لاحظت في الفيديو اللي شفتها عنه انه درجاته فاتحه قوي، فدي درجه 104 المفروض ان هي اغمق حاجه، فيا رب تظبط. هجرب العين دي على طول اللون، يا رب ما اكونش حطيت كتير. وهنجرب العين التانية بكوريكتور بعد كده الكونسيلر. ابتدي كده ادمج. فاتح، يعتبر فاتح برضو، فاتح ومصفر، مش فاتح بس الكفرج بتاعته عالية جدا جدا. دي كفرج فاونديشن مش كونسيلر. ما اعتقدش اني محتاجة اجرب لكم العين التانية بالكوريكتور. حلو قوي، بس تعليقي الوحيد عليه قلة الدرجات، وان الدرجة دي مصفرة قوي. اللي كان قبلها كان فهيبقى فاتح اكتر عليا، فلو زودوا درجات هيبقى تحفة. في منه يعني كفرج اعلى اللي هو تحسوه عايز وش دهني قوي او تحت العين دهني. قلت ان انا هحب ده اكتر. طبعا انا مرطبة تحت عين، قولولي انتوا ايه رأيكم. ده كده الفرق، وده بعد ما ثبت. هحط العين التانية عشان ما كملش الفيديو كده واجيلكم. بعد كده جبت كمان الايلاينر بتاعهم، برضو مكتوب عليه ان هو بيقعد 24 ساعة. معلش بقى اعذروا الدرجة اللي طلعت مصفرة وفاتحة سنة دي، هنكمل بيها الفيديو. ايلاينر اهو في زي بلية كده جوه، سوبر دارك ايلاينر. المفروض ان هو مات، فتعالوا كده نرسم بيه واقول لكم رأيي. برضو هحط خط هنا. بصوا الجلاس اللي قلنا هنسيبه اهو، بيسيب اللون ده الوردي حلو قوي. برضو هعمل خط اهو دلوقتي عشان نشوف حكاية ثباته. بصوا انا حاولت ارسم العين دي وانا حاطه الكونسيلر، لقيت القلم تقيل زي ما يكون مش عارف يمشي على الكونسيلر بسلاسه. انا حطيت الاحتمال ده فشلت الكونسيلر من الناحيه دي، وهجرب لو لقيته عادي وطبيعي وحلو يبقى هو مش احسن حاجه ما يتحط على الكونسيلر. عملت العين التانية من غير كونسيلر، وبرده يعني بصوا هو على الايد بيجري، يعني على الايد تمام، يعني هو مش خلصان. بس مش عارفه ليه لو جلدنا اللي هو الناعم اللي بيبقى فيه شويه متني او حاجه مش راضي يمشي عليه بسهوله، بيقطع كده بيبقى تقيل. فمش عارفه ايه السبب. ثباته حلو جدا، يعني دي اللي حطيتها معاكم من شويه ثباته تحفه تحفه تحفه. فمش فاهمه المشكله دي هل في القلم ده بالذات ولا في القلم عموما. سنه كمان رفيع وناشف يعني مش طري. بصوا برضو يعني سنه مش بيروح ويجي، فحلو للرسم. بس انا مش فاهمه ليه مش راضي يروح ويجي بسلاسه، مش قادره افهم دي. وبرده جربت اشيله بالميك اب ريموفر عشان تبقوا عارفين برده، يبقى اديته حقه، مش بيهبب
يعني ثابت وفي نفس الوقت مش بيهبب في الشيل، فدي ميزه فظيعه في اي ايلاين. وعايزه اقول لكم تقريبا كان ب60 جنيه، فهو كان هيبقى فظيع، بس انا مش عارفه ايه مشكلتي معاه. يعني همسح طب العين دي او العين دي واجرب تاني واقول لكم. فيها ميك اب ريموفر وهشيل. بصوا كون ان هو مش ناعم خلى الخطوط اكنه بيخلص، يعني اكنه قلم بيخلص، بس هو مش بيخلص. بصوا برضو عشان اوريكم طريقه شيله، بيتشال من غير ما يهبب. يعني مش هتلاقوا في ايلاينرز عشان تبقى ثباتها حلو بتبهدلكوا، فهي صراحه لا، هو مفيهوش النقطه دي. حطيت اهو شلت قصدي الكونسيلر ونشفته مكانه عشان ما يقولوليش مبلول. بصوا بقى انا بس بصه للمرايه، بصوا يعني انا عيني مش مبطنه قوي، مش بخبط في الخط ده. بصوا يعني مش راضي يمشي بسهوله، يعني بمشي برضو بجنبه اهو بيتخان قوي. فاللي هو طب انا عايزه استفاد من السن ده حضرتك؟ يعني انا حزينه على القلم ده بجد. هو اولا برضو ملحوظه تانية للي بيحبوا المات فينش، هو مش مات فينش، يعني هو فيه لمعه، ثباته تحفه زي ما قلت لكم، مسحه سهل من غير بهدله، سنه حلو وسهل يبان سهل. بصوا بيده يرفع قد ايه، بس جلد يعني هبهدل لكم وشي مش مهم. بصوا عايز جلد مفرود زي الخد كده ممتلئ، لكن لو جلد فيه اي خطوط مش هيمشي عليه بسهوله. ما علينا، ننسى الموضوع ده. كنت متعشمه فيه قوي اصلا، متخيلين قلم ب60 جنيه؟ بس نصلح. اخر حاجه جبتها من عندهم الجلاس ده، شبه شويه باكج شي جلام، جيلي واو اسمه كده، ليب جلاس، بس مش مكتوب عليه اكتر من كده. طعمه حلو قوي. عارفين اللبان اللي بالفراوله؟ ابليكيتور حلو قوي، هي ابليكيتور شي جلام بالظبط، ومش بيلزق، حلو قوي. لو حابين تجربوا منتجاتهم انا رايي ان هي تستحق التجربه بالنسبه لسعرها. تعليقاتي بس قلتها خلال الفيديو، بتجيبوها من الويب سايت بتاعهم، انا هعمل لهم منشن وهتلاقيهم حاطين في البايو بتاعهم الويب سايت اللي بتطلبوا من خلاله. هيتصلوا بيكوا ياكدوا الاوردر، بعد كده هيجيبوه لكم لغايه باب البيت بتمن الشحن الطبيعي جدا حسب مكانكم. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو.